ألو خروف، حل مبتكر لحل أزمة ذبح الأضاحي في فرنسا. المسلمون في فرنسا صعوبات في القيام بشعيرة نحر الأضحية. فمع حلول كل عيد أضحى، يواجه المسلمون في فرنسا عقبات في القيام بالشعائر الإسلامية بسبب التضييق على ذبح الأضاحي في البيوت، رغم ندرة واكتظاظ المسالخ. ولمواجهة هذه المعضلة التي تعرض المسلمين في فرنسا للمساءلة القانونية، ولدت فكرة إنشاء مؤسسة ألو موتون، والتي تعني ألو خروف، على أيدي شابان، إذ وجد حلاً يحترم الشعائر الإسلامية ولا يتعارض أيضاً مع قوانين فرنسا. حيث أنشأ الشابان معاً شركة ألو موتون لتسهيل ذبح الأضاحي في مسالخ هذه المؤسسة التي تراعي طرق الذبح الحلال لتسلمها يوم العيد. وقال صاحب ومؤسس الشركة كمال سعيدي: تم إنشاء تلك المؤسسة بعد أن باتت عملية النحر شبه مستحيلة في فرنسا، وأشار إلى أن الشركة تقوم بعملية الذبح بالوكالة وفقا للشريعة الإسلامية، وتترك الخيار أمام صاحب الأضحية بين أن يوزع لحومها بنفسه أو إرسالها للفقراء عبر الشركات. وتشهد أيام قبل العيد دوريات مراقبة وتفتيش في الأحياء المختلطة والعربية، كما تقدر العقوبة المفروضة على المخالفين بالسجن 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 15,000 يورو مع مصادرة الأضحية. فرانس بالعربي.